في تطور مثير بمدينة مراكش، انتقلت لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح الصحية إلى محل تاجر السمك عبد الإله، الذي أثار ضجة كبيرة بعد عرضه سمك السردين بسعر غير مسبوق يتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد. التدخل جاء بعد تلقي السلطات شكايات من تجار آخرين حول عدم احترام قواعد السوق بحسب مصادر محلية، فإن اللجنة قامت بمعاينة السلع المتوفرة داخل المحل للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصحية والقانونية. وخلال عملية التفتيش سجلت المصالح المختصة عدة ملاحظات، من بينها عدم إشهار الأسعار بالشكل المطلوب، إضافة إلى تخزين الأسماك المجمدة في ظروف غير ملائمة، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين. وبناءً على هذه المعطيات قررت السلطات المختصة الإغلاق المؤقت للمحل إلى حين تسوية وضعيته القانونية والصحية. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن التدخل ضروري لحماية صحة المستهلك، فيما رأى آخرون أنه ضغوط من المنافسين على التاجر بسبب بيعه السمك بأسعار منخفضة. في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية، يبقى السؤال مطروحاً: هل يتعلق الأمر فعلاً بمخالفات صحية، أم أن هناك خلفيات تجارية وراء التدخل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات.